السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم الجداد بالخضره في الفران. تشوفوا كيفاش كيجي التعليكه وكيفاش كتجي الختاره. الصراحه كيجي لذيذ بزاف، جربوه وغادي تردوا عليا الخبر. جربوه وغادي تفكروني، كيجي يا سلام والله. المهم ما نطولش عليكم، بلا 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 بلاش بلا ما نزيد نطول عليكم، ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. في اناء غادي نعمل كوتشاره ديال الابزار، كوتشاره ديال الكيمون، كوتشاره ديال عفوا السكنجبير، كوتشاره ديال الفلفله حمراء وكوتشاره ديال كنور. البنات انا نسيت الثومه هنايا، عديروا الثومه انا نسيتها، وكوتشاره ديال الزعفران شعره مع التوابل والملحه كتبقى على حسب الذوق، والسحتر ما عملتش الربيع، السحتر. ولا عندكم ازير حتى هو زيدوه، ونص ليمونه عصرتها، عين نص، عملت نص الليمونه عصرتها، والزيت كنزيد ديك ساعتك شويه ديال الزيت. بغيتو تعملوها روميه، بغيتو تعملوها البلديه اولا خلطوها غير شويه، لانه هو الدجاج اصلا كيطلق الزيت. كنخلط هذا التوابل مزيان. زيدوا البنات الثومه راني نسيتها، والخرقوم حتى هو نسيتو. صافي من بعد ما خلط ديك التوابل غادي ندوزو نتشرملو الفروج ديالنا اللي غسلته قبل بالملحه والليمون، واستقطر مزيان. خاصو يكون ناشف، او الا عملتوه داك الساعات لك يبسوه بالبابي ديال الكوزينه. صافي كنحاول ندخل ديك الترميله كامله ما بين الجلده واللحم ديالو مزيان. كنتشرملو، خليه تدخل فيه مزيان داك هذا، وخليته في النبيره تابات، بايت في النبيره البنات. اولا اللي ما عندهاش الوقت بعد على الاقل بعض الساعات، يا اما يبات في النبيره يا اما بعض الساعات. صافي غندوزو في هذه ديال الفران، في هذا الاناء ديال الفران. غادي ندير بطاطا مقطعه على هذا الشكل هذا. البطاطا كتبقى على حسب عدد الاشخاص بحال اللي كنقول لكم دائما. وواحد الفلفله حمراء قطعتها عاوتاني على هذا الشكل هذا، وواحد الفلفله خضراء، ونص ديال الفلفله صفراء عملتهم على هكايا من فوقي كلشي بحال اللي كتشوفوا. وغنزيد عليهم البصله البنات هكايا قطعتها هيدا شرائح طويله، وغادي ندردرها. البصله كتبقى اختيار، بغيتو تعملوها من الفوق هي من الفوق، اولا تعملوها هي الاولى عاد تعملوا بطاطا، داكشي كيف ما نتوما كتفضلوا. وزيت الثومه هنايا، عملت 5 ديال الفصوص ديال الثومه اذا قطعتهم طوالين بحال اللي كتشوفوا، بحال هما بقاو الطروفه كبارين، وعملتهم هيدايا من الفوق. وزيت الملحه، عملت الملحه في هاد على هاد الخضره هذه. ودابا شويه ديال الابزار باش ما يجيش يحر بزاف، وسكنجبير غير نص كوتشاره، والفلفله الحمراء، والكيمون، والخرقوم. صافي. وديك ساعتك من بعد ما عملت كاع التوابل غادي نزيد عليه شويه ديال المعدنوس بوحديتو بلا قزبور. انا ما كنخلطش القزبور والمعدنوس، انا اللحوم كنعمل لا المعدنوس وهذا والحوت القزبور. الزيت، شويه ديال الزيت، وكنمرق بالماء، وكنعمل فيه مطيشه ديال يا اما حكوها ويا اما هذيك اللي كتجي تريتورادا كتجي في اللاطانه ديال اللاطا. وصافي خلطتها مع الماء، مطيشه مع الماء، وكتمرق بها وكتحاول تهبط داك العطريه باش ما تبقاش من الفوقي. كتحاول تهبطها بديك نهار كتمرق، كتحاول تهبط داك العطريه شويه لتحت. صافي كنجيبوا الفروج ديالنا وكنطلقوه هنايا بحال اللي كتشوفوا. هنايا رجلي حاوله ما بغاتش تتعاوض المهم صافي ديك المريقه اللي بايت فيها صافي كنخويها هيدا عليه من الفوقي، وها هو واجد. صافي ما علينا دابا ما بقالنا الا نغطيه بالبابيل ديال الفرن، وكنعمل عليه في بابيل ديال الومنيوم. كنحاول نزيرو مزيان، ولا ما عندكمش بابيل الفرن ماشي مشكل، غير ديال الالومنيوم هو من الاحسن صحي. هاد الجوج في الاول الفرن وعاد الالومنيوم. وهذه هي النتيجه من بعد ما وجد وخرجناه وبالصحه والراحه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم. وشكرا بزاف، دمتم في امان الله وحفظه.